أهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة Amazing والجماهير Ideas أو أفكار الجماهير وأفكار Amazing. النهاردة يا جماعة هي مش أفكار بس، هي أفكار وابتكارات طبعا. النهاردة مع ابتكار جديد مدوي هيحدث إن شاء الله بإذن الله، يحدث زلزال في الوسط الكروي الحالي. وبقول ليه الحالي؟ لأن هو ابتكار وفكرة مبتكرة تماما للوضع الحالي. نفرق يا جماعة بين تطوير للوضع الحالي اللي موجود على حاله كده زي ما بيقولوا، وبين ابتكار يقلب الموازين. يعني تنفيذه هيقلب الأمور تماما، ومحتاج طبعا عشان يتنفذ بكامله، أو عشان يلاقي النجاح الحقيقي لازم يتنفذ بكامل مشتملاته. لكن لما بقول تطوير يبقى أنا بقبل الوضع الحالي على كده. يعني الحمد لله، أحمد ربنا وأشكر فضله، أفكاري وتطويراتي وابتكاراتي قابلة سواء للوضع الحالي المتاح، يعني زي ما بيقولوا كده ايه، بالعك اللي حاصل، باللخبطة اللي حاصلة، يعني الخراب اللي حاصل في كرة القدم على مستوى العالم أجمع. ومع كده لا، مش هقول لكم مثلا لازم الأمور كلها تبقى تتقلب 360 درجة. لا، نقول حتى لو هنكمل على الوضع الحالي، ايه الحل؟ ممكن نقول حلول، مش عايز اقول مؤقتة، هي حلول ناجحة جدا، لكن وهتحدث فرق رائع بمعنى الكلمة. لكن في نفس الوقت طبعا الأجدى والأفضل بكل المقاييس زي ما قلت قبل كده هو انسف حمامك القديم وابدأ بشكل صحيح، نقطة من أول السطر على صفحة بيضاء. تمام؟ طيب، آه، أقدر أقول اللي بيحصل دلوقتي بأفكاري وتطويراتي هو إني صفحة، أقدر أقول إيه، يعني اتكتب عليها كتير جدًا وتتمسح، وبتتمسح بشكل سيء، وبشكل بيخلّي الصفحة شكلها وِحِش جدًا. أفكاري بتبدأ تخلّي الورقة ترجع أقرب للبياض بنسبة كبيرة جدًا، لكن مش بيضا بشكل كامل، مش ورقة جديدة، تمام، أو صفحة جديدة. ده الفرق بين تطوير للوضع الحالي و أفكار أيضًا للوضع الحالي، وبين ابتكارات جديدة متفردة مختلفة تقلب الوضع تمامًا، زي ما قُلنا ترجّع الأمر زي ما بيقولوا كده إيه، يعني لبدايته، لمهده. لكن طبعًا يُدار بشكل من أروع ما يمكن وأفضل ما يمكن، وده اللي خلّاني عملت لعبتي الجديدة السوبر بول. عشان كده قُلت إن ده موجود وده موجود، مش هاحرمكم من حاجة يا جماعة. في تطوير واختلاف تام للوضع الحالي، وفي خلاص شيء مختلف تمامًا وجديد تمامًا وناصع البياض زي ما بيقولوا، بإيجابيات من أروع ما يمكن، وتقريبًا يعني عدم وجود سلبي، مش تقريبًا، هو أكيد عدم وجود سلبيات من أي نوع. طيب النهارده هاتكلم معاكم عن فكرة آآ رائعة جدًا، ابتكار من أروع ما يمكن، هتقلب الموازين تمامًا لبطولة كأس العالم القادمة 2026. طبعًا أنا كنت عامل فكرة رائعة جدًا، 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 تصفيات من أروع ما يمكن، مختلفة تمامًا، متفردة تمامًا، سواء في أفريقيا، أو عملتها حتى في أمريكا الجنوبية وآسيا، وأيضًا آمم، آمم، يعني قارات أخرى. الموضوع ببساطة يا جماعة هيتعمل، وده يمكن أنا كنت سمعت في أحد البرامج، كان برنامج الكابتن مدحت شلبي. جالي فيديو اتبعت لي من صديق قال لي شوف الفيديو ده، فتحته لقيت مدحت شلبي بيتكلم وبيقول ان هو تقريبا اول واحد بيتكلم في الامر ده، انه عمل سبق خرافي يا جماعه، انه بيشرح طريقه كاس العالم القادمه 48 فريق هتكون ازاي، وايه الافكار المقترحه من الفيفا الخرافية الرهيبة الفظيعة بكل لجانها المدهشة، بكل التكنولوجيا الخرافية اللي عندهم، بالخبراء يعني أقول إيه يعني خبراء الأفزاز والأعداد المهولة. وفجأة كل اللي عملوا إيه؟ 3 أفكار لو سمعناهم يا جماعة نلاقي إنه يعني بجد مش عارف أقول، يعني أضحك ولا أعمل إيه بالظبط. لكن فكر يعني قبل كده، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، بالأدلة الكاملة وبالإثباتات الكاملة، أثبتت لكم إن أنا طوّرت وعملت أفكار أفضل مليار مرّة الحمد لله لحاجات خاصة باللعبة. برضه اللي كان أقرّها هم الخبراء دول أو غيرهم.
بكل إمكانياتهم الخرافية، وآخرهم كان فينجر طبعا في بعض الأفكار الفاشلة تماما تماما تماما. والحمد لله أنا عملت حاجات مختلفة تماما، وآخرها طبعا النظام الجديد بتاع كأس تشامبيون ليج الأوروبي، وأكدت إن النظام الجديد فاشل ويعني سيء، وأثبتت بالأدلة الكلام ده. وغيرها طبعا، وغير طبعا أفكاري الخرافية الحمد لله، وابتكاراتي المدهشة في يعني في الفترة الأخيرة، كأس العالم كل 3 سنين، وفكرتي للمدوية اللي وقت بدأت ضايع وغيرها. المهم، فزي ما بقول اتكلم هو على 3 سيناريوهات، التلاتة هو نفسه حتى امتعض من التلاتة، وقال إنهم مش مجديين. ومش هتكلم كتير في يعني تفاصيل قوي في الفيديو، لأن الفيديو فيه بعض المغالطات كمان. لو بيتكلم عن النظام الأول بتاع الفرق، كل مجموعات، كل مجموعة 3 فرق هتكون هو مشكلته الوحيدة إن لو فرقتين فازوا على نفس الفريق، فالمباراة التالتة هتبقى بلا جدوى، لأن هيكونوا خلاص يعني تأهلوا، لأن الفرقتين فازوا على نفس الفريق، فالفريق التاني ده لا ناقة له ولا جمل، فاتأهلوا وانتهى الموضوع. ادي رقم واحد. او مش رقم واحد، هو ده يعني التحفظ بالنسبة له، لان النظام انه هيتعمل 16 مجموعة. ده النظام الاول اللي هو شرحه مدحت شلبي، واللي هو ضده بان وجهة نظره ودي وجهة نظر مش اكتر، انه النظام ده فاشل. انا معاه جدا النظام ده فاشل، بس الاسباب اللي هو ساقها اولا يعني مش الاسباب الواقعية ولا الاسباب الحقيقية، هي اسباب واهية جدا. لاني وارد بالعكس، وارد المجموعه تبقى سخنه جدا، ان الفريق ده يفوز على الفريق التاني، فالفريق التاني يرجع يفوز على الفريق التالت، فالفريق التالت يرجع يفوز على الفريق الاولاني. بالعكس هتبقى مجموعه سخنه جدا جدا جدا، لان كلهم 3 نقاط، وهتبقى فيها نديه كبيره قوي. لكن فكره ان الفريقين يفوزوا على فريق، هي فكره وارده طبعا، لكن مش شرط تحصل. لكن في كل الأحوال مش هو ده السبب الرئيسي إن النظام ده فاشل. السبب الأساسي يا جماعة، واللي هو ما قالهوش، إن أنت كفرقة، أنت دلوقتي يعني أبسط مثال وأبسط نقطة، أنت زودت ليه البطولة ل 48؟ هو نفسه رد مدحت شلبي قال لك عشان جوانب تسويقية وتجارية، عشان كل ما بتزيد المباريات بتزيد الإعلانات، بتزيد عدد المباريات أكتر، فالمشاهدات أكتر، والسوشيال أكتر، ومتابعات أكتر، فأوتوماتيك هتيجي أموال أكتر. طب يا أستاذي يعني بعد إذنك، برضو الكلام يعني إذا تكلم المتكلم يعني يجب أن يقنع المستمع، وإلا ما يتكلمش. بكل بساطة بالذات لما يكون إعلامي يعني، أو ما يسمى إعلامي، بكل بساطة يا أستاذنا حضرتك ما ذكرتش إن بالعكس ده سلاح ذو حدين، لأن زيادة عدد المباريات بيستتبعوا إن بيبقى في عدد مباريات أكتر، مش بالمستوى الأمثل. عدد مباريات، وده اللي طبعا ده السبب الرئيسي اللي خلاني مش تحفظت، استنكرت تماما حكاية 48 فريق. واتكلمت، وكان عملت، أنا فاكر إني عملت حلقة كاملة للأمر ده، واتكلمت في وسط حلقات أخرى إن الأمر ده سيء للغاية، لأن زيادة عدد الفرق بالشكل الكبير جدا ده، كبير جدا بمعنى الكلمة، انت بتتكلم في تلت الفرق، 16، انتوا متخيلين العدد؟ تلت الفرق عشان او اكتر من تلت ايه، انت بتتكلم في حوالي 40 حاجة بتاعت 40% واكتر من الفرق اللي كان معتادة او نص، انا اسف، نص الفرق، انا اتلخبطت، نص الفرق، انا بعتذر، نص الفرق اللي كانت موجودة في البطولات السابقة الأخيرة، انت بتتكلم 16 من 32، نص الفرق هتزودها. يعني مش هتزود مثلا خمس الفرق ربعهم، لا، هتزود نص الفرق. حاجة غريبة جدا. فهتجيب منين؟ هتجيب في الحالة دي من الفرق الضعيفة أو المتوسطة للغاية. امبارح مثلا قعدت عملت حاجة بسيطة قوي، قالوا إن الأفريقيا هتاخد دلوقتي 9 مقاعد ونص. جميل، 9 مقاعد ونص. مسكت الفرق القوية بشكل يعني تقدر تقول فرق ممكن تطلع تعمل شيء يعني مباراة جيدة، يعني مستوى محترم شوية، ندية. لقيت، تعالى امسك كده، أقوى الفرق موجودة على مستوى أفريقيا قد إيه؟ ده المفترض الطبيعي يعني، أو اللي عندها إمكانيات أو قدرات أو ممكن يطلع منها حاجة، ما وصلتش ل10. تخيلوا في افريقيا كاملة اللي هي 52 دولة يا جماعة، او اكتر كمان بالتبعيات او المناطق يعني الخاصة، المهم بقى زي رينيون وماريوت وحاجات كده يعني، وجزر والكلام ده. فتيجي حضرتك تلاقي انه 52 دولة ما فيش خمسهم فرقة قوية، ما فيش، ما كملش. ما لقيتش الا تقريبا حوالي، بنتكلم في 8 فرق تقريبا، ممكن اعدهم لكم دلوقتي،
اوكي. طيب هل الثمان فرق دول بيكونوا في مستواهم كل بطولة؟ لا طبعا. وكل تصفيات؟ لا طبعا. بتلاقي ثغرات ومشاكل ومتاعب، وفريق بيجدد نفسه، فريق عنده مشاكل، وجيل قديم بيعتزل، ولعيبة مهمة ما بتكونش موجودة لأسباب معينة، وهكذا. بالذات حكاية كمان اللعيبة، الفرق اللي عندها لاعبين بره كتير بيلاقوا صعوبة كبيرة جدا في إن هم يقدروا إن هم يستدعوهم للأسباب اللي أنا قلتها قبل كده كتير قوي 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 قوي، خاصة بقى بالنواحي. فاهمين طبعا الأندية وضغطها على اللاعبين والاهتمام دلوقتي بقى أكتر بالأندية من المنتخبات، مع حتة كمان الانتماء واللاعبين اللي هم المولودين بره، والكلام اللي قلته كتير قوي قبل كده. فالمنتخبات مش على المستوى الأمثل أبدا. فأنت يوم ما تقول منتخبات في إحدى البطولات أو التصفيات، مش هتزود عن يعني في حدود 4 5 منتخبات أقصى تقدير. فالنظام بتاع القديم بتاع إن يتأهل 5 بس، ورغم تحفظي عليه طبعا، لان كانت التصفيات معموله بشكل سيء جدا جدا، وما فيهاش اي متعه ولا نديه الا في المباريات الاخيره الاقصائيه فقط. تمام. او ممكن اقول بعض المباريات البسيطه في المجموعات. لكن وعملت لكم طبعا نظام رائع ازاي يتعمل نظام على اقوى ما يمكن في افريقيا، يفرز الافضل بكل المقاييس واللي يشرف بمعنى الكلمه. لكن في كل الاحوال 10 دي كارثه. هتطلع كده ما لا يقل عن نص عدد الفرق، مش على مستوى امثل. جميل. طيب تعالى بقى حضرتك، ده في كل الدول على فكرة، لكن بالتحديد في افريقيا اكتر، لان انت زودت ما يقارب الضعف. شيء غريب جدا. ف... وبقول ما يقارب لان هي 9.5، يعني في ممكن منتخب ما يوصلش. طيب فبص هنلاقي ايه؟ هنلاقي منتخبات زي ما قلت يعني مش على المستوى الامثل ابدا بتوصل. تعالى حضرتك في الحالة بقى تطبيق النظام الاولاني. اتفقنا خلاص ان انت 48 دي، وانت بشق الانفس طلعت 32 فريق، يعني ها شويه ما يبقاش في فرق فيهم حصالات، او فرق تبقى مجرد كومبارس بمعنى الكلمه. الى حد ما بقول، رغم ان ده حصل في بطولات سابقه، لكن البطوله دي بالذات الى حد ما كان فيها بعض النديه، رغم اني شفنا برضو فرق 7 و6 وحاجات كده، برضو حاجه مش لذيذه ابدا. لكن في كل الاحوال نقول يا سيدي حتى أقل عدد ممكن، وكان ليها أسباب معينة، وأنا ذكرت ليه كان في تقارب، وذكرت الموضوع ده والأسباب. لكن هل ده هيستمر التقارب ده؟ لا طبعا. لا طبعا، لأني خلوا بالكم يا جماعة، لما أقول أنا البطولة كانت قوية فنيا لأن الفرق المتدنية أو محدودة القدرات أو المتوسطة هي اللي قدرت تطلع للفرق العالية، ساعتها أفرح جدا وأقول لك والله كده فعلا في اختلاف، وكده في فعلا ندية. لكن لما تقول الفرق العالية هي اللي نزلت لأسباب مختلفة للفرق المتوسطة أو المتدنية، أنا كده أقلق وأقول لك ده كده شيء مش هيدوم، وكانت حالة فردية ومش هتتكرر، ولو اتكررت هتتكرر بشكل جزئي ومش بشكل دايم. تمام. وده حصل كتير قوي قبل كده، ونتذكر في بطولات سابقة إن ما كناش بنشوف الندية دي. أوكي. يكفي البطولة اللي فاتت، ماسكة العام اللي فات، النهائي بيخلص 3-0 أو مش فاكر 3-1 حاجة كده، وكان تقريبا مباراة وان سايد جيم يعني، اللي هي فرنسا وكرواتيا. فكانت سيئة جدا على بكل المعاني الكلمة. حتى البطولة بتاعت المرة دي شوط كامل فريق بيلعب في منطقة جزاء فريق، والشوط التاني يا دوبك على استحياء فرنسا بدأت تطلع. برضه الأسباب مختلفة. المهم، فبكل بساطة أنت جاي للتصفيات اللي هي 3. أول هام طبيعي دي في الحالة دي هنشوف فريق عالي ان طبعا هتبقى 16 مجموعة. هو طبعا ما ذكرش الامر ده خالص مدحت شلبي، واتكلم بطريقة خاطئة تماما للاسباب اللي هتكون سيئة للنظام ده. وعنده حق في بعض الجزئية، مش الجزئية كاملة، لان زي ما قلت وارد جدا لا مش شرط كل المجموعات يبقى فيها فريق يرحل مبكرا بعد اول مباراتين. تمام. اللي هو خلاص بقى فقد المباراتين شكرا، انت مالكش في الموضوع اساسا. لا، وارد ان كل فريق يكسب مباراة فتبقى فيها ندية. لكن المشكلة هنا في ايه؟ اول حاجة زي ما ذكرنا هيبقى في تباعد جاب كبير في المجموعة. فريق هيبقى دايما من الليفل الاول، ده طبيعي لان طبعا هتبقى في 16 مجموعة، على رأسها 16 فريق هم الاقوى، وفرق في مسافة كبيرة بينهم وبين اللي بعدهم. تعالى بقى للفريق رقم 2، هيبقى مستوى مختلف. يعني لما اقول مثلا على سبيل المثال اقول فرنسا في المجموعة الأولى مثلا، وأبص ألاقي طب تاني فريق مين يا جماعة؟ أوتوماتيك هيبقى يعني ليفل 2. ليفل 2 ده هيكون في تباعد كبير. ليه بقى؟ لأن أنت عدد الفرق الليفل 1 16 يا جماعة. فأنت هتجيب مين؟ لازم هتنقي أقوى ما يمكن
بالعكس ده انت هتجيب في ال16 دول وارد فرق مش قوية للدرجة يعني. دور كده في أقوى فرق أوروبا هتلاقيهم 5 6 اللي هم بقى الفرق الجامدة قوي يعني. في نفس المسابقة يعني في نفس السنة. يعني لازم هتلاقي في فرق مش على المستوى الأمثل مثلا، لكن أوكي 5 6 مثلا. طيب هنكمل ال16 منين؟ فهتقوم من أمريكا الجنوبية. معروف إن هما 2 3 أقوى حاجة يعني. البرازيل، الأرجنتين، ممكن يعني في أحد التصفيات تلاقي واحد طلع كده قوي شوية زي كولومبيا في مرة، ممكن تلاقي أورجواي في مرة، ممكن يعني تمام. فهتلاقي 3 بالكتير قوي. ادي كده 9 مثلا. طيب فين تاني؟ انت بتجيب في فرقة ازاي تبقى راس مجموعة؟ هتجيب من افريقيا بقى. فهتدخل راس مجموعة من افريقيا. فراس مجموعة هتدور بقى، ممكن تقول المغرب، ممكن تقول السنغال، ممكن تقول وهكذا يعني. ممكن تجيب لك 2 3 كمان. اسيا هتجيب مين؟ هتجيب مين من اسيا على رؤوس مجموعات؟ فدي نقطة برضو غريبة جدا ان انت ال 16 مجموعة ازاي هتحط رؤوس مجموعات هتبقى فيها الندية الصحيحة؟ لان هنا مجموعة هتبقى فيها مثلا مثلا هتبقى فرنسا، هتبقى مثلا البرازيل دي راس مجموعة، وفي تلاقي ال16 أو بقية ال16 مثلا في الأواخر ممكن تضطر تحط المغرب راس مجموعة. مع يعني مع كامل احترامي بس فرق شاسع بين البرازيل والمغرب برضو. نتكلم بمنتهى الصراحة فنيا. سيبنا من التقارب اللي حصل في البطولة دي، قلت ليها أسباب معينة، لكن بشكل عام لا، في فارق يا جماعة. في فارق. هو أي حد في الدنيا حتى بمستوى المغرب في البطولة دي ومستوى البرازيل في البطولة دي، تعال قول البرازيل تلعب المغرب 10 مباريات. أي حد بص يعني حتى المغربي نفسه، هات المغربي كده قول له 10 مباريات دول تتوقع فوز البرازيل كام مباراة، وفوز المغرب كام مباراة، وتعادل كام مباراة. وبقول تاني على المستوى الحالي اللي كان في البطولة دي اللي كان ليه أسباب معينة، يعني مفاجآت مذهلة قلتها لكم قبل كده ولسه في مفاجآت. ودينا شوفنا المغرب كان بتلعب ازاي، والبرازيل عندها إمكانيات عاملة ازاي، وهكذا. فأبسط مثال، فيبقى ازاي ده درس مجموعة وازاي درس مجموعة. ادي نقطة. طب النقطة التانية، التصنيف التاني هتعمله ازاي؟ نفس الكلام. هتبص تلاقي نفسك ان انت في التصنيف التاني جايب فرق تقيلة. ممكن يعني ممكن اقول كرواتيا هتبقى تصنيف تاني مثلا. لان طبعا مش ممكن هتحط كل الفرق الرؤوس مجموعات كلها من اوروبا، مش هينفع. وطبعا يعني مش مفيش 16 فريق في اوروبا اقوياء يعني، ما ينفعش او متقاربين. ما تاني يا جماعة، لازم يبقى في تقارب كبير بين فرق المجموعات بتاعة رؤوس المجموعات. ما يبقاش في فريق مستوى مختلف تماما عن فريق تاني والاتنين رؤوس مجموعات، ما ينفعش. ما ينفعش طبعا. طبعا هتقولي ما البطولة دي في تلات منتخبات دول ضمنوا رؤوس مجموعات، كندا وامريكا والمكسيك. يا سيدي اوكي، يبقى هنا احنا بنتكلم حضرتك على فكرة 3 في امريكا الشمالية، يعني كده فرق امريكا الشمالية خدت رؤوس مجموعات. ماشي متفق. ولو ان برضو ده نظام انا مش بحبه، لكن ماشي لان ده بيضعف المجموعة، وده كمان هيخلي المجموعات دي مش على المستوى الامثل، هتبقى مجموعات ضعيفة. برضو بالنظام ده اللي انت بتتكلم في 3 فرق فقط، فالتقارب هنا مش هيكون موجود بالشكل الكامل ابدا. لان ال3 فرق فقط، انت عندك 3 فرق فقط في المجموعة، فيبقى بمستوى اول اللي هو رأس المجموعة. تعالى للمستوى التاني هتلاقي فريق محدود جدا. تعالى مستوى تالت هتلاقي فريق متدني للغاية بعد زيادة عدد الفرق 48. جميل. هتدخل بقى فرق غريبة يعني يعني مش عارف اقول لك ايه. فبكل بساطة هتبقى فيها فعلا مش مباراة واحدة فقط الوحشة يا كابتن مدحت. ممكن تلاقي مجموعة كاملة مبارياتها كلها ضعيفة، مباريات تعبانة جدا. دي حقيقة يعني. ما أقول مثلا مجموعة كندا، مجموعة أمريكا، مجموعة المكسيك، مجموعات أخرى أنت هتكمل. المهم فأدي أو يعني نقطة مهمة جدا ما ذكرهاش مدحت شلبي، حتة إن فرقتين يكسبوا الفرقة التالتة، وده هيبقى وارد طبعا في مجموعات كتير، لأن الفرقة التالتة هتبقى أكيد متدنية جدا. يكسبوا الفرقة التالتة ويفوزوا عليها بسهولة وكلام من ده، وبعد كده تلاقي المباراة التالتة تحصيل حاصل، أو هو بيقول تواطؤ. تواطؤ يعني إيه؟ التواطؤ ما ينفعش في 3 فرق يا فندم، لأن كل فريق هنا بيخدم نفسه بنفسه. أنت هنا بتفوز بالمباراة الأولى، فالتاني يفوز بالمباراة على الفريق التالت. طب فين التواطؤ هنا؟ لأن هما الفرقتين بقوا أوكي خلاص صعدوا، فالتواطؤ على مين؟ هو الفرقة التالتة خرجت خلاص. انما لو فرضنا هو قصده لو مثلا فريق واحد فاز على فريق 3، ففريق 3 فاز على فريق 2، حلو، فبقى كلهم 3 نقاط. فريق 2 وفريق واحد في نوع من التقارب لأي سبب من الأسباب، ماشي.
فيقوموا عاملين طواط، يعني في مبارياتهم يتعادلوا مع بعض فيخرجوا التالت، هو قصده كده. ماشي. هنا بقى فكرتي الخرافية بتاعت الحافز الإبداعي، وإن ما يتمش معرفة أبدا الفرق المتأهلة إلا في نهاية الدور، كل دور. ده الطبيعي. طبعا الفكرة دي قابلة جدا 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 للتحقق، يعني دي مش فكرة لازم إن أنا أنسف المنظومة كلها عشان أعملها، لا طبعا. فكرة رائعة جدا جدا جدا، وقابلة للتحقق، وسهلة وبسيطة وجميلة جدا، وتقلب الأمور رأسا على عقب، وتحل سلبيات ضخمة جدا في بطولات كتير قوي قوي قوي، وترسي العدالة بشكل كامل ومطلق، وتزيل تماما أي لغط أو مشاكل أو سلبيات بتصاحب كل البطولات في الأمر ده. تمام. أو شبهات طبعا. ففكرة بسيطة جدا ورائعة جدا، وتقفل الكلام تماما. طيب، فهنا في حل رائع. تعال كمان لنقطة مهمة جدا. انت زودت البطولة 48 بكل بساطة عشان الجوانب التسويقية زي ما انت قلت، وعشان تدي فرص، هو الكلام المعلن، تدي فرص لمنتخبات ما بتتأهلش انها تتأهل، وتشوف كاس عام لأول مرة، وتنبسط كده وحاجة كده ايه، وتدي بقى ايه زخم لجماهيرها والكلام ده. طيب يا سيدي الفاضل، الكلام ده لما يتعمل، هل يتعمل إن أنت تجيب منتخب ويتنقل كده بحاله بمحتاله، ويضطر يعمل مديات ويصرف ومصاري ووجع دماغ وتعب، وحتة كمان إنه يعيش جماهيره في حتة بقى إيه أحلام، عشان في الآخر يروح يلعب مباراتين بعد كل ده، وبعد كده مع السلامة، باي باي، شكرا، متشكرين جدا؟ يعني حاجة غريبة جدا. وفي نفس الوقت هيبقى وارد قوي ان المنتخب ده، مع كامل احترامي، لانه مستواه متدني، او يعني بقى يعني فريق على قده، عارف كويس جدا انه رايح عشان يبقى مجرد فقط المشاركة، حتى ما يسمى التمثيل المشرف مش هيكون موجود. فانت حتى بتحبطه من البداية. يعني اول مثلا فريق، هدي مثل بسيط، مثلا توجو جه من افريقيا، مثلا من اسيا، منتخب مثلا اليمن مثلا يعني تأهل، او فلسطين، او منتخبات اللي هي ايه محدوده يعني قدرات وكده. من امريكا الشماليه مثلا اقول لك، يعني اقول هندوراس مثلا، يعني حاجات كده. امريكا الجنوبيه ممكن اقول لك مثلا بوليفيا اللي ما بتتاهلش بقى لها فتره طويله قوي، ودايما بتبقى ذيل الترتيب يعني في امريكا الجنوبيه. مع إني هو زود العدد بشكل غريب جدا، قال ستة بس، ستة بعد ما كانوا أربعة. يعني أنت زودت أربعة، كانت أربعة خمسة، لا أربعة، أربعة ونص تقريبا على ما أتذكر في أمريكا الجنوبية. هما طبعا عشان عدد محدود جدا هناك 10 فرق فقط. طيب، فزي ما بقول، فأنت لما بتحبط الفريق يبقى أنت يعني فريق اتنقل بحاله بمحتاله، في نفس الوقت عمل وديات فترة طويلة، مصاريف كبيرة بتدفع، حاجات من دي، كل ده عشان خاطر في الآخر يجي يلعب مباراتين، وممكن يخرج من أول مباراة كمان. يعني الأمور تخلص من أول مباراة، يعني لو اتهزم بنتيجة تقيلة ولا حاجة من أول فريق، وفرص وبس. الفرص فقط هتكون فرصة في مباراة أخرى فقط. فأنت كل وجع الدماغ ده، وسفر وتعب وبهدلة، وفي اتحادات بتبقى إمكانياتها محدودة جدا. الفيفا هيديله فلوس وكل حاجة، لكن برضه فلوس يعني برضه اللي اتصرف أكيد أكتر بكتير. فتمام، عشان في الآخر أروح ألعب لي مباراتين والسلام عليكم. فيعني لأ، هنا فدي برضه فكرتي اللي هاقولها إن شاء الله، وابتكاري بإذن الله هيفرق أوي في الأمر ده. نيجي بقى للنظام التاني، تمام، اللي هو بيقول لك إنه يتعمل آآ يتقسموا نظام غريب أوي أوي. هيقسم 16 و16، ده مسار وده مسار. ال 16 الأولانيين هيلعبوا مع بعض، يتقسموا 4 مجموعات، والأربعة يلعبوا بعض بنظام عادي جدا وتقليدي جدا جدا، وفي الآخر يفرزوا فريق واحد بالنظام التقليدي. 4 فرق يطلع بينهم اتنين، يبقوا دور 8، بعد كده دور قبل نهائي، بعد كده دور نهائي، ويطلع منهم فريق خلاص ده اتأهل يعتبر للنهائي. تعالى المجموعة التانية أو المسار الآخر بنفس الطريقة ونفس السكة. على فكرة الكلام ده كان بيتعمل أوقات كتير أوي في التنس، في بعض البطولات الكبرى، وتم إلغائه لأنه بيفتقد للعدالة وبيفتقد لتكافؤ الفرص. إن كانوا يحطوا عشان يفرزوا في الآخر إن الاتنين لعيبة أو لاعبين يلعبوا بعض في النهائي، اللي هما الأقوى طبعا في كل مسار. فيضمنوا جوانب تسويقية معينة، ويضمنوا إن الجماهير تشوف نهائي معين. فالأمر ده كان قومي، لأنه أولا بيضمن لك بنسبة طبعا كبيرة قوي، إلا لو حصل مفاجآت، إن الاتنين الأقوى هما اللي هيتقابلوا في النهائي، فبيبقى نهائي مكرر في كل البطولات تقريبا.
او حتى يمكن قبل نهائي كمان، 3 4 هم الاقوى في كل المسارات. فبقينا نفس الاسامي هي قتل الطموح، قتل الرغبه عند بقيه اللاعبين ان هم يعملوا اي حاجه. عمل نوع من الغبن. ان انت حسيت ان انت كانك حاجه زي القرعه الموجهه، حاجه كده زي ما تكون متطبخه من البدايه، اتلغى. فبقت الامور بتمشي طبيعيه، وبقى اي حد بيقابل اي حد وكله على بعض، فبقى النظام افضل. جميل. فانا ضد تماما النظام بالمنظر ده لاكتر من سبب. اول سبب، اول حاجه، انت ازاي هتعمل هنا 16 و16؟ طب المعايير ايه للاختيار؟ طب انت مثلا هتعمل ليفلز برضو، وبعدين كده تقول نص الليفلز ده هنا ونص الليفلز دي هنا، بحيث يبقى في تكافؤ برضو، ان هنا ليفل اول وتاني وتالت مثلا، المستوى اول وتاني وتالت، وهنا مستوى اول وتاني وتالت، وهكذا. اوكي، هتعمل كده. طيب ايه الجديد؟ انت كل الحكايه ان انت هنا ما اديتش فرصه، بدل ما ال 48 هيلعبوا بعض، لا هم 16 بس، وال 16 دول هم دول في مسار ودول في مسار. وارد جدا، وارد جدا ان ال 16 اللي في المسار الاولاني، طبعا انت بتعمل الليفلز على مستوى نقاط محدد عن طريق تصفيات مثلا، عن طريق فتره مش عارف ايه، ماشي اوكي. لكن وارد قوي ان ال 16 دول اللي في الجانب مثلا الايمن يكون مستواهم وامكانياتهم في الوقت الحالي اقوى بمسافه عن ال 16 التانيين، وارد. فنشوف 16 هنا مسار قوي مبارياته، وهنا مسار مش قوي بدرجة المثلى، فتبقى فيه برضو انعدام لتكافؤ الفرص. تمام. وفي نفس الوقت انت مش بتخلي الفرق تلعب بعضها بشكل صحيح. تمام. طيب بعد كده مشيت، ده مشي يعني حتى هو نفسه قال لك مدحت شايف زي اللي هو نظام دوري المجموعتين، ده مجموعة هنا ومجموعة هنا، وفي الآخر يطلع واحد يلعب. فيعني مش مجدية تمام. فيعني ادي كمان بالنسبه للنظام التاني اللي برضو مش هيكون مجدي للدرجه. ده لو يعني بنتكلم بالشكل التقليدي يا جماعه، اللي هي فريق يروح يلعبوا 3 مباريات في الدور الاول والمجموعات، والله لا مع جسي مع السلامه. تمام. ونسيت اقول نقطه بس مهمه كمان، خلوا بالكم ان حته ان مباراتين وثلاثه لا بتفرق. يعني انا لما اروح اعمل حسابي اني هلعب مباراتين فقط واتهزم في اول مباراه، دي بتعمل نوع من قتل الطموح اكتر. ليه؟ لانه اول مباراه مثلا اتهزمت فيها، اوتوماتيك الحماس بيقل جدا في الفريق اللي اتهزم، لانه عنده فرصه واحده بس، والفرصه دي لو ضاعت منه كل سنه وانتم طيبين خلاص، ويجب انه يفوز، ما ينفعش يتعادل دي بره. لكن لما يكون عندي مباراتين فعندي فرصه اكبر، فممكن عندي امكانيه ان انا يبقى مثلا لو فريق مش في مستوى الامثل، او عنده لاعب مصاب مهم او مشكله ما، عنده فرصه للتدرج اكتر في 3 مباريات عن مباراتين. فدي برضو نقطه اخرى مهمة. فدي بتعمل حتة المفاجآت، بتعمل حتة الندية أكتر، بتعمل حتة انتظار مفاجآت تحصل، عكس ما يكون خلاص يعني فريق اتهزم مثلا بنتيجة تقيلة في أول مباراة، ده كده خرج. يعني أنت بتتكلم يا مدحت يا شلبي في إن ممكن جدا تلاقي مباراة واحدة فقط في كل مجموعة هي اللي ملهاش جدوى، لا ده أنت ممكن تلاقي أكتر في النظام اللي بتاع الثلاث فرق ده، إن فريق مثلا سين فاز على صاد 5-6، اوتوماتيك على طول فرصته هنا شبه معدومة. ليه؟ لان حتى لو فاز في مباراته التانية والفريق الاولاني فاز على التاني بعد كده، اللي هو سوري التالت فاز على الاولاني، بقى كله 3 نقاط اوكي. لكن هنا فرق الاهداف هيفرق جدا، لان هنا اتهزم 5 او 6 مثلا يعني او 4، لكن الفرقتين التانيين لا، مفيش الكلام ده. فدي برضو نقطة سلبية كبيرة. لكن لما يبقى عندك 3 مباريات فبيدي فرصة للتدرج أكتر، وإن أنا ألحق نفسي حتى في الأهداف. تمام إلى حدٍ ما، طبعًا باتكلم في النظام الحالي يعني، لكن تاني ابتكاري بقى أفضل من كل ال3 أطروحات دول بمراحل كمان، وهاقولها إزاي. تعالَ للأطروحة التالتة اللي هي التقليدية، يتعمل 12 مجموعة، 12 مجموعة دول هيطلع الأول والتاني هيعملوا 24 فريق، طب عايزين يكملوهم ل32 عشان دور ال32 اللي هو الدور التاني، فهيعمل إيه؟ فهيطلع أول 8 توالت. هو معترضين 8 توالت حاجة كتير جدا، لأن في الحالة دي هيفرز فرق مش على المستوى الأمثل هتطلع من التوالت، لأن التوالت هيكون يعني مستوى مش مجدي، هو بيقول كده يعني. فهو الأدوار اللي بعد كده مش هتكون فيها الإثارة الكبيرة، لأن هتكون فيها فرق كتير مش مجدية أو مش على المستوى الأمثل. الله، ده أنت بتتكلم في التوالت يا ريس، وأحسن 8 توالت من ال 12، ومع كده بتقول إن فيه هتكون مباريات مش على المستوى الأمثل في الدور التاني. طب يبقى ده الدور الاول يبقى ايه بقى؟ لما الدور الاول هيبقى فيه روابع، وهيبقى فيه فرق ما تاهلتش من التوالي، ده هتبقى مباريات يعني ما تتشافش اصلا.
أو منتهية قبل ما تبدأ، دي حقيقة فعلًا، وده اللي أنا ذكرته وأكدته من حكاية نظام ال48. وقُلت حتى فكرة مهمة أوي، قُلت sorry، عبارة مهمة أوي. قُلت أبسط مثال فكّروا كده هتلاقوا إن العالم كلّه يا جماعة 202 دولة، 202 دولة، منها دول ما تفهمش أو يعني أنت نَفْسك ما تعرفهاش أصلًا، أو عمرك ما سمعت عنها، لإنها مش دول بس، دول وتبعيات وحاجات تابعة وكده. ف202 دولة دي يعني لو نشيل منهم مثلًا 50 دولة ما لهمش في الكورة من أساسه على سبيل المثال. ويعني أنت مش فجأة كده هتطلّع منهم لاعبين ولا بتاع، لأ ما فيش، يعني ما فيش، أنت عايز وقت طويل عشان تبدأ إن أنت تدخّل الكورة في الدول دي، وتطلّع منهم تفرز لاعبين جيدين، تمام. فمش هينفع طبعًا، أوكي، فنقول 50 دولة برّه القصة، يبقى من 150 دولة أطلّع 48 فريق، إزاي؟ يعني تِلت الفرق العالم تلعب في البطولة. يعني من تصفيات إيه وبتاع إيه، حاجة اسمها تصفيات، تصفيات يعني تصفّي، يعني تطلّع الأفضل والأنسب اللي يخلّي البطولة في الآخر ممتعة والأقوى. طبعًا ده مش أسلوب عنصري منّي أبدًا، لإنّي عملت فكرة خرافية خلّيت لكم تصفيات على أروع ما يمكن، وتفيد جدًا وتنفّذ الأطروحة بتاعة الفيفا، لو هي الأطروحة الحقيقية بتاعة إن إزاي إن أنت تدخّل كرة القدم في كل الدول، وإن أنت تزوّد الجوانب المادية في الدول دي عن طريق كده، وإن أنت تعمل تسويق ومش عارف إيه، اللي هو بقى يعني الأطروحة اللي هي الإنسانية والرياضية، مش التسويقية فقط يعني. فلو دي لأ، فكرتي خرافية تنفذها لك بشكل من أروع ما يمكن. إزاي تعمل تصفيات على أقوى ما يمكن وتكون مشاهدة تلفزيونيًا وتكون قوية بمعنى الكلمة، أحسن بكتير من التصفيات الفاشلة اللي بتحصل دلوقتي، واللي بتلاقي فيها يعني مباريات من أسوأ ما يمكن. إزاي تعمل تصفيات رائعة وقوية جدًا وتجتذب المشاهدين من كل العالم بمعنى الكلمة للتصفيات دي، حتى مهما كانت الفرق دي على مستوى متدني. المهم مش هاطوّل. فأنا بكل الباقي شايف التلات أنظمة فاشلة، وما تع... ما ت- ما تخليكش أبدا توصل للمعادلة السحرية إن أنت تلاقي ما لا يقل عن مباريات البطولة أو البطولات المجمعة عن 80% من المباريات لازم تكون قوية بمعنى الكلمة وكلها ندية. لا، ما لا يقل. أنا رأيي الشخصي وبأفكاري هتبقى 100% مش 80%، وطبعا ده هيبقى رقم إعجازي خرافي مذهل بمعنى الكلمة. لكن لما تيجي أنا بقول لك 80 85% ده أقل حاجة، عكس اللي حاصل دلوقتي اللي أنا بدي رينج 60، يعني المباريات فيها ندية وقوة وإثارة. في البطولة الأخيرة بتتكلم مثلا في 60 65، وده كان رقم فظيع وأقوى بطولة. فما بالك بالبطولات الأخرى؟ بطولات كان أنا شفت بطولات بجد يعني ما كملتش 50% من المباريات فيها ندية وقوة وإثارة ومتعة. ده يعني رقم كمان كان كبير جدا يعتبر 50. فببساطة ندخل بقى على الجزء التاني من الحلقة لل فكرتي أنا ابتكاري المدوي الخرافي لإيه اللي يتعمل في البطولة دي بالذات، أو نظام ال48 ما دام خلاص بقى يقر. طبعا أنا ضده تماما تماما، ومع إبقاء البطولة على 32. ده أنا شايف 32 كتير كمان، لكن أوكي نقول حتى لو هنستمر 32، لكن أفكاري لو اتطبقت في التصفيات هتعمل بطولات من أروع وأقوى ما يمكن، وتنفذ اللي أنت عايزه. أو يعني أقول إيه يعني المطروح من مسألة إن أنت بتعمل ده عشان الدول وعشان الدول المنسية في كرة القدم واللي مش عندها الرياضة بشكل كافي وأمور تسويقية والكلام ده كله. لا أوكي خلاص ماشي، ما عنديش مشكلة. لو هنتكلم بقى في الجانب المحترم ده، فكرتي تغطيها تماما تماما، او ابتكاري المدوي في التصفيات. تمام طيب. فندخل على الجزء التاني ان شاء الله يا جماعة، ونبدأ نتكلم بقى في فكرتي الخرافية وابتكاري المذهل وايه اللي يتعمل. وكالعادة ان شاء الله بإذن الله بإذن الله اكون سبقت الكونجرس الفيفا ولجان الفيفا ولجان وايه وبتاعه التطوير والابداع، ما اعرفش ابداع ايه وتطوير ايه، لما مفيش فكره عليها اطلع، مفيش فكره عدله طلعوها طول السنين اللي فاتت، وعلى راسهم الجهبذ ارسين فينجر. اللي يعني اما تقول لي ان ده رئيس اللجنه ولا رئيس المنظومه دي، يعني اقول لك ايه، يبقى منتظر ايه يطلع منها يعني. يلا اوكي، يلا مع بعض على الجزء التاني ان شاء الله، واشوفكم بقى في مفاجآت مذهلة في الجزء التاني وفكرتي الخرافية ابتكاري المدوي.